السلام عليكم. طرق التفكير. شوف احنا تصرفاتنا الخارجيه بالواقع هي نتيجه افكارنا. هاي افكارنا من تجي؟ افكارنا تيجي على اساس ما حمله من بيئه، البيئه هي اللي تحملنا يا هاي الافكار اللي تطلع، وبالتالي هي البيئه بالاول 5 إلى 7 سنوات راح تحدد تربيتنا الحقيقيه. لذلك انتبهوا على نقطه جدا مهمه، إنه شخصية الإنسان فعلاً بالسنين الأولى ال5 إلى ال7 هي تتكون في 90%. تكبرون وتصيرون مثلنا كبار وتشوف تلتقي بأصدقاء عندك صار 40 سنة أو 50 سنة، تشوفه نفسه فلان ما تغير، على قولت هن على حطة إيدك. عجيب، صار رجال كبير 50 60 سنة، أيه هو نفس طريقة التكبير. طفل صار كبر بس صار كبير ومشيب. ليش؟ لأنه ما اشتغل على نفسه. عادة الناس يعني هسه هاي في كاليفورنيا بنسبة 98% ما يتغيرون، 2% فقط اللي يتغيرون. هسه التغيير نجي في حلقة أخرى، ليش هذا موضوع آخر، لكن هو الواقع هكذا. فلذلك تكون احنا نركز على تربية أطفالنا. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، في رواية لطيفة جدا يستقبل ابن علي زين العابدين سلام الله عليه حضنه، الله ما أطيب ريحك وأحسن خلقك، يمدح به ويطيل ثقة بالنفس. عكس اللي يسووه الكثير من الآباء. شو يسوون؟ أنت غبي، هذا قبال الناس يقعدون، أنت هذا ابني فد غبي، فد ما يفتهم، هذا بس يغلط بالتالي هذا الابن يصدق ينسى اسمه الحقيقي فلان، لا عباله غبي، قوم غبي اقعد غبي. هذا بعقله الباطن صار انه غبي، راح يتصرف على هذا الاساس يعني. بالتالي يجي المدرسه همين، المدرسه يعني احنا مدينين المدرسين ومدرساتنا بالطفوله خاصه، وانا قبل اعديهم مدرسين مالتنا، لكن بعض منهم كانوا قساة وبطيب نيه بس ما عرف يربي. يخلي الطفل مثلا اوقف يم تنكة الزبل كان يسموها مثلا، او انت غبي، ويظل يضربه والعصا لمن عصا. هاي الشده والغله، وانت تخجل الطفل تدمر شخصيته. نحتاج بناء حقيقي اذا احنا نريد نقتدي بالحسين شلون كان مهتم باطفاله. بل هو كلنا نعرف ان الامام الحسين في لحظاته الاخيره في الليله العاشر من محرم وهي هلال البجلي كان يشيل حسك السعدان اللي هو الشوك الصغير في بقيه السيف مالته. يقول له ليش؟ يقول له باكر راح يطلعون اطفالي، يطلعون حفاة، فانا خاف يتاذون بالشغل. ابا عبد الله انت وين؟ باي لحظات باي عالم تفكر بالاطفال؟ اي هو هكذا الاب، لان الاب يحب اطفاله جدا، يكون حنون عليهم، ما تشغله كل مآسي الدنيا. شوف الاب يجي تعبان من الشغل، عنده مشاكل عمل مستمره، حاره بارده، اموال ما عنده، ما يبين. من يجي الطفل يطلب منه شيء يعطيه كل شيء. وهو ظل اقول دائما الاب الانسان الوحيد اللي يتمنى يكون افضل منه هو ابنه، ويفديه بنفسه، وهو كلش مرتاح على هذا العطاء. فالامام سلام الله عليه من اللحظات اللي كانت كسرت ظهره فعلا واذته لقطه علي الاكبر، كان يشوفه يعني امام عينه ودا يستشهد ابنه هذا. وعبد الله الرضيع ظلت مؤثره به جدا، والوحيد اللي نثر دمهم يعني مو اعتباطا من نثر دمهم بالهواء ولم تنزل منه قطره، لان هو يريد يقول اني ولي الدم واني قائد حقيقي. اللي اعز شيء للانسان سواء قائد او انسان عادي، اعز شيء له اولاده. انا ضحيت باولادي في سبيل هذا الدين، لانه يد الابن عزيز على الاب، لكن الاسلام والعقيده اهم بكثير. اذا احنا شلون نربى اطفالنا؟ ماكو معركه كربلاء؟ لا، كربلاء موجوده. اقول ربوا اطفالكم على اساس المجالس الحسينيه. انا كل شيء يسيئني انه بعض الاخوه قدام الحسين واحبائهم انه يطردون الاطفال من الماتم. لا، خلوهم، ربوهم، خلي يخدمون. كلش افرح ونوبات يعني حقيقه الدموع تهز لا اراديا انه اشوف على اليوتيوبات انه اطفال مسوين مجلس. علم اطفالكم، خلي يسوون بالباب مجلس، خلي يشاركون وياكم، خلي يلبسون الاسود، خلي يرفعون الاعلام، خلي يخدمون الزوار، احكي لهم قصه الحسين، ابسط لهم اياه، اجمعهم ذول الاطفال واشجعهم، اعطيهم فلوس انه يروح يخدم الحسين سلام الله عليه. والكثير منهم يقتطع من المصروف اليوم مالته لمده سنه كامله حتى يسوي له موكب. شجعوهم، حتى لو تشوفه بالشارع اوقف بسيارتك، شكرا عمو، اعطي اشرب منه شاي، حتى لو ما مشتي اخذ منه مي واشكره واساعده ومدحه دائما. لان ذول الاطفال يحتاجوا يصير لهم قدوه. عبد الله الرضيع، علي الاكبر، الامام الحسين سلام الله عليه، مو يصيرون الافلام كرتون الموجوده والناس المنحرفه باتجاهات خطا يصيرون قدوه لهم.
بالتالي خلوا المثل الأعلى المرتفع الحسين وأهل بيته هم القدوة لهؤلاء الأطفال. تحياتي.